في مداخلة تلفزيونية ببرنامج حارس الأهلي أحمد شوبير دخل على الخط صفقة الموسم بن شرقي عشان تبدأ حلقة جديدة في فصل بن شرقي بيحب الأهلي قد إيه. شوبير كان مجهز أسئلته كالعادة، وأول سؤال سأله له: أكيد يا بن شرقي بعد ما شفت النادي الأهلي وجمهوره عرفت إن في فرق كبير بينهم وبين أي جمهور نادي تاني في مصر. المفاجأة كانت في رد بن شرقي اللي كان في قمة الاحترافية لما ما خدش السكة اللي عاوزها شوبير، ورد عليه وقتها وقال له: لا بالعكس صراحة. يعني اليوم اللي جيت فيه لمصر قابلت يعني كثير ناس زملكاوية ولسه بيحبوني. أنا دايما مش هنسى يعني الأيام اللي عديت معاهم صراحة، وده شرف لي كمان أنني لعبت في هذا النادي. وحبهم دايما هيبقى يعني دائم، يعني أنا أبقى أشكرهم لحد آخر حياتي. من الواضح كده قصة حب كبيرة كانت ما بين بن شرقي ونادي الزمالك ولسه مستمرة، في حين إن بن شرقي دلوقتي لاعب في النادي الأهلي. رد بن شرقي وضح فيه قد إيه هو لاعب محترف ولاعب كورة أصيل ومحترم. وبعد تصريحات بن شرقي مش بعيد بعد فترة بن شرقي مع الأهلي وبعد انتهاء عقده إننا نلاقيه في نادي الزمالك من تاني. نوعية بن شرقي احترافية لأبعد مدى، وما بيخسرش جمهور عاش معاه لحظات كانت فارقة في حياته لمجرد إنه راح لغريم. وأخيرا، توقعوا بن شرقي مع الأهلي يعمل نفس الطفرة اللي عملها مع نادي الزمالك، ولا نسخة بن شرقي الزمالك هتفضل غير؟ مستني تعليقاتكم.